يا عادل انت بس بتوصيني على مين؟ ده مامتك ما شاء الله يعني عماله تقزقز لب وترمي في الارض وهنا وهنا، وانا اللي عماله اكنس. هو ايه يشري اللب ده؟ انا مش عارفه ايه اللي بيوسخ الشقه كده يا ولاد، انا لسه مروقه. اه يا عادل لسه هقوم دلوقتي اعمل لها احسن اكله، ده انا حتى عماله اقطع البصل عيني حرقتني ايه يا قوي. بنتي قشر اللب ده وبصل ايه اللي وطي انت صوتك بتتكلمي وطي عليه؟ صوتك. ولا ايه؟ اكل ايه؟ قشر اللب، بقول لها يعني بقى ان انا بحكي لك ان انا كنت بلم قشر اللب ده علم مبوظه الدنيا وكده. لا طبعا، ده انا عامله لها النهارده فراخ وبشاميل، طبعا انت طبعا. بجد عامله لي فراخ وبشاميل؟ اه يا ماما طبعا. يا من امتى يا بنتي وانت بتعملي لي كده؟ اه يا عادل بيوصينا عليك. اه ماشي يا واضح. حبيبي ما تقلقش، انت بقى خلي بالك انت من نفسك اهم حاجه. عشان دلوقتي بقى هقوم اعمل الاكل، عشان الولاد زمانهم جايين. هي بتعمل الاكل صحيح. خلاص الله يسلمك، بيسلم عليك يا ماما كتير قوي. الله يسلمك يا ابني، تعال شوف اللي امك فين. ايه لا بتقول لك يعني شوف الهنا اللي انا مهنياه لها وكده، بقول لك مخليها ما تشيلش اي حاجه من على الارض. قومي لمي الزباله دي. كمان هما ليه من الزباله؟ ايه؟ ده بتاع الزباله بيخبط، ما انت عارف ان هو بيجي كل يوم بعد الظهر. ماشي يا عادل ما تقلقش انت. ماشي هخلص وابقى اطمنك، لا اله الا الله. باي. ماما معلش حقك عليا، انت فاهمه يعني انا بعاملك زي والدتي. اللي بدل انت عارفه العيال بقى شقيه وكده. انا هقوم الم وانا خليكي طب وخلي العيال يعني سايبه الشقه عامله كده ليه؟ ما هو يا ماما خلاص بقى، بقول لك هقوم الم وانا. ظهري يا ماما مش قادره. والله يا ماما مش قادره، معلش يا ماما لميهم انت بجمله بقى الحاجات اللي انت ايوه يا بتعمليها. بنتي بجملة صحيح، هما لمنهم انا حاضر. تعبانه قوي يا ماما. حاضر يا بنتي ماشي. معلش يا ماما بعد اذنك يعني لو كوبايه النسكافيه بتاعتي، عشان عايزه افطر يا ماما وعايزه انزل اجيب الاولاد من الحضانه. ماشي يا اسراء، هعمل لك يا بنتي كل اللي انت عايزاه حاضر. ايوه يا ماما ربنا يخليكي لينا. ماما بيعملي بقى انا مطلعه فرخه من الفريزر وبشاميل عشان لوجي عايزه تاكل بشاميل. كمان؟ ما انا نازله اجيب الاولاد يا ماما. يعني انا كنست وروقت الشقه كلها وعملت لك كفه مكان، كمان هخش اطبخ يا بنتي؟ بقول لك ايه، عشان نبقى حبايب مع بعض كده. جوزي عارف ان انا شايلاكي من على الارض يشيل، وهتفكري تقولي له كلمه انت مالكيش حد، هتلاقي نفسك في الشارع. خلينا حبايب مع بعض. ما انا بغسل وساعات بعمل معاكي، مش كفايه مسؤوليه عيلين معايا لسه عندهم 6 سنين. انا ما عنديش خلق لكده. يعني بدل ما تشيليني بتقولي لي انا ما تقعدي في بشيلش، الشارع؟ انا ما بشيلش، انا لما الله يرحمها لما ماتت ما شلتش حد من بعد. الله يسامحك يا بنتي على اللي انت بتقوليه، وما يجي انا عايزه جوزك انا اهتم هقول. بنفسي. ماشي حاضر. بعدين لسه اهتمي رايحه اعمل بديكير. اهتمي يا حبيبتي، بدكين ومانيكير واللي انت عايزاه كله اعمليه حاضر. ايوه ماشي عشان جوزي لما يرجع ماشي يا بالسلامه بنتي، يلاقيني زي القمر. انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه حاضر. يلا اعملي النسكافيه. طبعا يا جماعه كل اللي انتوا شفتوه ده مجرد فكره احنا عايزين نوصلها لكم، وان في كتير قوي فعلا كده من ورا الشاشه بيعملوا مع حمواتهم كده. حماتك هي مامتك، وانت برضو بنتك، ومرات مرات ابنك هي بنتك. طبعا. يعني زي ما هتعاملي بنتك تعاملي مرات ابنك. ايوه طبعا. واحنا طبعا في الحلقه بنحب بعض، مفيش اي حاجه يا من بنتي دي. والله ما فيش اي حاجه، فاحنا بنعمل كده للتوعيه يا جماعه. عشان ما ان تكرهونيش بس. مثلا واحده يعني تعمل حماتها المفروض تكون زي امها، يعني تحبها وتخاف عليها وتعمل لها كل طلباتها زي ما بتحب ابنها تحب حماتها. بالظبط. الموضوع يبقى واحد يعني. اهم حاجه اللايك، كومنت حلو ودعوه حلوه من قلبكم عشان نكمل، واللي عنده اي فكره يقولها لنا في الكومنتات وهنعملها.